فيديو النهاردة هكلمكم عن دولة أوروبية في أوروبا الشرقية اسمها مونتينيجرو. مونتينيجرو مشهورة باسم دولة الجبل الأسود، مونتينيجرو أو الجبل الأسود. مونتينيجرو دي دولة طبعا على الحدود الألبانية. بيتكلموا اللهجة أو اللغة الصربية، لان هما كانوا اصلا جزء من صربيا وتم استقلالهم فبيتكلموا صربي. عدد سكان مونتينيجرو 600 ألف بس. عشان كده لما انت هتنزل مونتينيجرو هيقولوا لك معظم الناس اللي انتوا شايفينها دول بيكونوا بالذات في موسم السياحة بيكونوا سياح، دول مش من أصل المدينة، لأن عدد سكان مونتينيجرو 600 ألف زي ما قلت لكم. 26% من مونتينيجرو، سكان مونتينيجرو مسلمين وبيعيشوا على الحدود القريبة من ألبانيا، والباقي أغلبيتهم أرثوذكس. طبعا عايزة اقول لكم ان مونتينيجرو 90% منها عبارة عن او اكتر، يعني تقريبا عبارة عن جبال، فبالتالي هتلاقيها ان هي كلها خضرة وكلها غابات، لان الجبال عندهم الامطار كثيفة، فبالتالي الجبال دي بيبقى فيها غابات، فيها اشجار عالية جدا. طبعا بالتالي هتلاقي ان هما ما بيعرفوش يزرعوا قوي، لان المساحة المسطحة عندهم قليلة، فهتلاقي اسعار الخضار والفاكهة عندهم غالية. بعد كده هكلمكم عن العاصمة. عاصمة مونتينيجرو بودجريسا. بودجريسا دي عاصمة مونتينيجرو. طبعا المطار بتاع مونتينيجرو صغير قوي، يعني انتوا لما تنزلوها تصدموا، هتلاقوا حاجة ميني قوي، حاجة صغيرة، لان هي دولة صغيرة. وانتوا بتتمشوا بقى هيعدوكوا من المطار، هتعدوا على بودجريسا اللي هي العاصمة اللي فيها كل مراكز التسوق وفيها الجامعات والتعليم وكل حاجة. فطبعا دي العاصمة. شوارع هادية، الشوارع نظيفة قوي طبعا، وده بسبب الاهتمام بالنظافة، ده غير ان عدد السكان قليل. طيب بعد كده هكلمكم عن تجربتي الشخصية. انا رحت مكان اسمه بودفا. بودفا دي مدينة ساحلية زي اسكندرية عندنا كده في مصر يعني. بودفا هتلاقوا فيها سياح كتير، هتلاقوا فيها طبعا شواطئ واسعة قوي وكبيرة قوي. انا مثلا نزلت في اوتيل اسمه اسكندر هوتيل، ده 4 نجوم. ده بينه وبين البحر كام متر؟ يعني 10 امتار، مش هتمشوا كتير، يعني شارع مش طويل قوي، متوسط. طبعا الاوتيل ده فيه حمام سباحة صغير، والشط بتاعه عشان تدخله حتى لو انت نزيل الفندق بتدفع 10 يورو. وفي شواطئ كتير هتلاقيها جنب بعض، في منها شواطئ مجانية مش هتلاقوا عليها ولا شезлونجات ولا شماسي، ودي بالناس بتجيب الفوط بتاعتها وتحطها، ولو حد عنده شمسية بيجيبها يحطها، وبينزلوا البحر معني ما فيهاش خدمات. والشواطئ اللي جنبها اللي هتلاقوا فيها شезлونجات وشماسي دي شواطئ خاصة بتدفع ليها تيكت الفرد ب10 يورو، تستمتع باليوم كامل. طيب سواء انت معاك فلوس او مش معاك فلوس، هتلاقوا الناس قاعدين في الشواطئ العامة، وحتى في الجناين اللي جنبها وحاطين فوطهم وبينزلوا البحر عادي جدا، فمفيش اي نوع من انواع العقد. طيب اوكي. طبعا الايس كريم في بودجريسا، في عند مثلا الممشى تقريبا ده عندهم كده زي ممشى سياحي، لان المكان اللي هو اسكندر هوتيل هتلاقوا جنبه اوتيلات، وجنبه كمان حاجة زي ممشى سياحي كده، هتلاقوا فيه الايس كريم تقريبا بيورو، ب1 يورو.
وفيه لقيت محل وحيد كده بيبيع ايس كريم بنص يورو، بس كان حجم اصغر شوية. كمان هناك بتشرب المية من الحنفية عادي. المية عندهم حلوة جدا وطعمها فعلا بجد. يعني انا رحت ألبانيا فندق كان في العاصمة، وشربت المية من الحنفية، وجيت هنا في مونتينيجرو في بودفا وشربت المية من الحنفية. طبعا المية بتاعت بودفا احلى كتير وتحسها نقية قوي وتحفة بجد، طعمها فعلا حلو، فمش محتاج تشتري مية. هتلاقوا المية هناك ب70 سنت. 70 سنت طبعا يعني تقريبا في حدود 16 جنيه 17 جنيه تقريبا يعني ازازة المية الكبيرة. وهتلاقوا البيبسي هناك اللي هو بيبقى لتر بيورو 30 سنت، يعني تقريبا في حدود 23 جنيه حاجة كده. وهتلاقوا طبعا شوكولاتات برضو كتير، يعني برضو في حدود هتلاقوا حاجات بيورو، في حاجات بيورو و40 سنت، وهكذا تتراوح الأسعار. ولو رحتوا طبعا اي استراحة او بنزينة بيبقى فيها زي كافيتيريا صغيرة، ممكن برضو تلاقوا النسكافيه او الكابتشينو هناك بيورو بيورو ونص، حاجات في الحدود دي. طيب عايزه اقول لكم ان في بودفا هتلاقوا شواطئ كتير زي ما انا شرحت لكم، وهتلاقوا ان في منتشر قوي السكوترز اللي انت بتعمل بتفكها عن طريق الابليكيشن، وبيبقى فيه GPS وبتأجره بالساعة او زي ما انت عايز، وبتدفع حسب المدة اللي انت بتستخدمها. وكمان عندهم تأجير بايك اللي هي السكوترز، الموتوسيكلات اللي هي عاملة زي الموتوسيكل برضو بتتأجر هناك، بس دي بتبقى اغلى شوية. هتلاقوا طبعا كافيهات على اليمين على بطول الشط، فيها هناك بيتزا واكلات بحرية ومكرونة وكل حاجة ممكن تتخيلها. واسعار يعني الوجبات بتتراوح من 8 يورو 7 يورو 6 يورو على حسب الحاجة اللي انت هتطلبها. عايزة اقول لكم ان اشهر اكلة في مونتينيجرو حاجة اسمها جلاش. جلاش دي عبارة عن لحمة، قطع لحمة زي عندنا بالظبط هنا في مصر زي كباب حلة، دي بيسموها جلاش، ودي في اي مطعم ممكن تلاقيها في حدود 8 يورو. طيب في بودفا هتلاقي حاجة لما هتمشي يعني من الفندق مثلا اسكندر تمشي على طول على البحر، هتلاقي بعد الشواطئ في حاجة زي اليخت، مكان فيه يخوتة كتير جدا. ممكن تأجر يخت او مركب، ده بيبقى 5 يورو، ب5 يورو بيوديك الناحية التانية في جزيرة كده في بودفا وبيرجعك تاني. دي تجربة لطيفة بصراحة، انا ما جربتهاش بس اصدقاء ليا جربوها وبسطوا جدا. ده غير الصور اللي انت هتاخدها على المنظر اليخت ده اصلا تجنن جدا، حتى لو انت واقف على المينا الرصيف وخدت صور ووراك اليخوتة الكتير، حلوة جدا جدا، يعني منظر تحفة بصراحة، اكنك في الجونة واكتر، يعني حاجة جميلة قوي ونضيفة جدا يعني. بعد كده هتلاقي غابات تقدر ان انت وجناين تقعد على الديسكات فيها، هتلاقي الدنيا نظيفة جدا، الناس قاعدة عادي، مفيش حد بيضايقهم، مفيش متسولين، مفيش اي حاجة من الكلام ده، لان طبعا المكان هناك في بودفا سياحي شوية لانه مكان ساحلي. طبعا بعد كده هتمشي في يعني تقريبا مسافة كيلو مثلا او كيلو او 300 متر، هتلاقيك وصلت لحاجة اسمها الداون تاون، سوري الاولد تاون. الاولد تاون دي المدينة القديمة، هتلاقي فيها القلعة بتاعة مونتينيجرو، هتدفع ليها تذكرة. انا بصراحة مش فاكرة التذكرة كانت في حدود كام، بس تقريبا كانت في حدود 3 يورو. هتدفع تذكرة، يعني تقريبا كانت ب3 يورو تقريبا، كانت ب3 يعني تقريبا في حدود 60 جنيه او ب4 يورو، مش فاكرة قوي.
بتدخل القلعة، بتفضل ماشي فيها، هتلاقي فيها سلالم كتير وبتطل طبعا على البحر، وهتلاقوا فيها حاجات تانية كتيرة جدا. هتلاقوا فيها حاجات تانية كتيرة جدا، زي هتلاقوا كنيسة، وهتلاقوا فيها كتب كتير عن طبعا الإنجيل، وعن كمان الحروب، كتب كتير قوي. وهتطلعوا فوق، هي عبارة عن طبقات، يعني طبقة أولى، طبقة تانية، طبقة تالتة، طوابق. يعني الطبقة الأخيرة خالص أو الطابق الأخير هتلاقوا إن هو ده أعلى حتة، هتلاقوا فيه علم مونتينيجرو، وهتقدروا تشوفوا الأولد تاون كلها من خلال القلعة دي. معاك فلوس اطلعها، مش معاك فلوس خلاص ما فاتكش حاجة كبيرة قوي يعني. بعد كده طبعا هتشوف هناك حاجة زي الاستاد، في كراسي كتير جنب بعض، وهتلاقي فيه هناك برضو ناس بتضرب موسيقى. لو عجبك العزف بتاعهم بتقدر تديهم اي فلوس، تحطها لهم في المكان اللي هم حاطينه على الارض زي صندوق، بترميلهم فيه فلوس، وده طبعا اختياري. وفي هناك كمان كنيسة عادي ينفع تدخلها عادي، بتتفرج عليها وبتخرج تاني. برضو وطبعا منظر البحر هناك حلو قوي، تقدر تاخد فيه صور. والاولد تاون اللي هي المدينة القديمة دي بتاعتهم، هتلاقوا فيها عبارة عن بيوت قديمة وشوارع ضيقة قوي اكنها حارات كده لفة حوالين بعضها. هتلاقي فيهم ناس بتبيع سوفونيرز، الحاجات اللي هي سوفونير، اللي هي الحاجات اللي بتتحط على التلاجة، بتتلزق على التلاجة. اللي برضو هتلاقوا مثلا تيشرتات، كابات. هتلاقوا الحاجات دي تقريبا اللي هي الحاجات اللي بتتلزق على التلاجة، اللي عليها مثلا علم مونتينيجرو، او شكل مثلا مدينة بودفا او بودجريسا، او هتلاقوا تقريبا الواحدة في حدود يورو او يورو ونص. هتلاقوا هناك برضو منتشر قوي ان هما بيبيعوا سلايس بيتزا. السلايس الواحد على فكرة بيبقى كبير، بيبقى اتنين ونص يورو، بيبقى كبير يعني. يعني لو الفرد ممكن تبقى كويس، يعني هتاكل اكنه ساندوتش كده. سلايس بيتزا ده برضو مشهور عندهم، بس طبعا ركز ان انت ما تاخدش حاجة فيها بورك، لان ساعات بيبقى عندهم بيتزا فيها لحم خنزير. لو انت يعني مسلم ما ينفعش تاكل خنازير وكده، فممكن يعني تسأله انا عايز حاجة مثلا جبنة، خضار، اهم حاجة ما يكونش فيها بورك، لحم خنزير. بعد كده عايزة اقول لكم ان المدينة الاولد تاون دي كويسة قوي، هتسمع فيها ناس بتضرب موسيقى كتير، وفيها القلعة، وفيها بحر، وفيها هناك برضو شواطئ عامة تقدر ان انت تنزل. وفيها كده مكان فيه صخور ممكن تطلع عليه، هتحس نفسك في وسط البحر. وبرضو هتشوف اليخوت بقى بس من فوق، علشان فيها حجر كده زي متكسر انت بتطلع عليه. دي الاولد تاون، وقلت لكم فيها كافيهات، وهي عبارة عن شوارع صغيرة جدا، بتدخل من حتة تدخل يعني ممكن تتلخبط، شارع يدخلك على شارع. وهم على فكرة عاملين الدور الأول منها كافيهات اللي هو الأرضي، وفوقيه ده هم عايشين فيه، يعني البيوت دي في ناس عايشة فيها، عاملين الدور الأول محلات وكافيهات، والدور التاني ده بيتهم عادي جدا. طيب فهو حاجة فعلا قديمة، فهتتبسط فيها وتاخد صور حلوة. بعد كده عايزة اكلمكم عن هناك في سوبر ماركتات. لو انت خرجت بقى من ناحية البحر واتحاولت تتمشى في الشوارع بتاعة بودفا، هتلاقي فيها بنوك كتير، تقدر تغير عملة، بتحتاج بس الباسبور بتاعك. لو انت عايز تغير معاك مثلا دولارات عايز تغيرهم، او معاك يورو، معاك سوري دولارات عايز تغيرهم ليورو. طبعا العملة هناك في مونتينيجرو يورو، بتتعامل باليورو، هي دي العملة بتاعتهم. بقى طبعا في بنوك كتير هناك بتقدر تغير منها زي ما انا قلت لك.
بتاخد رقم وبتغير، بتحتاج بس الباسبور بتاعك. وفي كمان عندهم ماركتس كبيرة بتبقى أسعارها مخفضة طبعا عن السوبر ماركتات الصغيرة اللي هتلاقيها على البحر، دي بتبقى أسعارها أغلى. وطبعا هتلاقي فيها محلات مثلا بتبيع سيلفي ستيك وحاجات اكسسوارز للموبايل. مثلا السيلفي ستيك انا جبتها ب5 يورو، يعني في حدود مثلا 98 جنيه. طبعا لازم تفعل الديبت كارد او الكريدت كارد بتاعك، وتبلغ البنك قبلها ان انت مسافر من الفترة دي للفترة دي في دولة كذا، عشان تقدر تسحب منه وتشتغل بيه هناك. في اماكن طبعا تقدر تدفع فيها بالديبت كارد او الكريدت كارد، في اماكن تانية لا، ما عندهمش اصلا الخدمة دي، فلازم يبقى معاك كاش. بعد كده هحكي لكم عن مكان رحناه حلو قوي. ناتشورال بارك دي غابة حلوة جدا. الغابة دي طبعا بعيدة شوية. وانت ماشي بتخرج من بودجراس من بودفا سوري عشان تروح الغابة دي. كل الطرق عندهم طرق جبلية وضيقة قوي واتجاهين، يعني رايح جاي. فطبعا منظر الجبال تحفة جدا، لان انت بتشوف بودفا كلها عن طريق الطريق الجبلي ده، لانه طريق مرتفع عامل زي كأنه دواير في الجبل. فانت طالع قاعد بتشوف المدينة كلها تحتك، وانت مفيش اي سور جنبك، انت منك للجبل. يعني لا قدر الله لو حصل حادثة او حاجة، هو حاجة كده سور صغير، وفي اماكن ما فيهاش سور اصلا. فلازم اللي يبقى سايق بحرص جدا، لان الطريق ضيق وعلى جبل، وكمان على مرتفع، ده غير ان هو رايح جاي. طبعا الطريق تحفة، ويعني تقدر تاخد فيه صور وتصور فيديو تحفة جدا. وانا هوريكم الحاجات دي في الفيديو ده، هتشوفوها معايا، هتشوفوا المنظر قد ايه حلو. كنا بنلاحظ ان الطريق ده يعني الصبح بدري واحنا بنبقى طالعين بيبقى فيه حوادث، اكتر من عربية بتبقى عاملة حادثة بسبب ان هما الناس هناك بيشربوا. فممكن يكونوا بالليل بيعملوا حوادث كتير، بسبب ان هما الطريق زي ما قلتلكوا ضيق وعلى مرتفع، وان هو كمان رايح جاي، والاضاءة فيه تقريبا يعني خفيفة قوي قوي، ما عندهمش اضاءة في الشارع او في الطرق كتيرة، فتقريبا الدنيا ضلمة هناك، فبتعتمد على الاضواء العربيات. فالموضوع خطر شوية، فلازم الانسان يكون مركز. بعد كده رحنا الغابة اللي انا قلتلكوا عليها دي، اللي هي الناتشورال بارك. دي غابة حلوة قوي، طول ما انت ماشي في الطريق بتاعها هينزلوك عشان مدخل كبير هتتمشى فيه، هتلاقي عبارة عن كشكات يمين وشمال واقف فيها بياعين بيبيعوا توت طعمه حلو قوي. تقريبا الكوباية ب2 يورو او بيورو ونص. وهتلاقوا كمان بيبيعوا برطمانات عسل كده صغيرة، البرطمان العسل ب2 يورو. العسل ده بصراحة طعمه حلو قوي، مختلف تماما عن اللي احنا بناكله في مصر. وليه ريحة مميزة. حتى النحل عندهم شكله غريب، مش زي النحل عندنا. انا اتخضيت، قلت ايه يعني لقيت حاجة ملمومة كده، فقلت ايه الطائر الغريب ده او ايه الحشرة الغريبة دي، لا طلع ده نحل. ففعلا النحل شكله مختلف، والعسل بتاعه طعمه مختلف وريحته مختلفة تماما. فهيعجبكم جدا، فاشتروا الجارات الصغيرة اللي هي البرطمانات الصغيرة، هتلاقوها ب2 يورو. في برطمانات كبيرة، فانت بتختار اللي انت عايزه. طيب بعد كده طول ما انت ماشي هتلاقوا بعد كده هتلاقوا الغابة دي مليانة اشجار طويلة قوي ومرتفعة، فممكن تاخد صور. ممكن تدخل في الاول بس ما تغوطش فيها وما تدخلش عمق الغابة، لان فيها حيوانات مفترسة بتظهر. يعني لما انا سألت قالوا ممكن يبقى فيها دببة وحاجات تانية، بس بتبقى بالليل ولما تدخل في عمق الغابة. بس طول ما انت على طريق في بداية الطريق مفيش حاجة، الموضوع آمن، فممكن تاخد كام صورة. ده غير ان انتوا هتلاقوا حنفية معمولة في الارض، مدقوقة في الارض، اشرب منها مية واملى الازازة لو انت معاك ازازة.
عشان لو عطشت او حاجة. مية طعمها حلو قوي وساقعة قوي لانها جاية من الارض، فهي مية طعمها حلو قوي بجد. بعد كده هتدخل الغابة دي تحفة، هتلاقي فيها بحيرة تجنن بيعوم فيها البط، وتقدر ان انت تأجر فيها بوت مركب. الساعتين ب8 يورو بس. طبعا الرحلات اللي انت بتطلعها مش هيقعدوك ساعتين، فبالتالي انت هتقعد فيه في المركب ده شوية. مركب انت بتقدف فيه بمقداف. طبعا بياخد اكتر من شخص، ممكن تقريبا بياخد 4 او اكتر مش فاكرة. ب8 يورو. المركب بيتأجر ب8 يورو. عدد الأشخاص اللي يبقوا في المركب عادي، لو انتوا 4 برضو هتدفعوا 8 يورو للمركب كله. هتلاقوا في بط بيعوم حواليكوا، ده غير ان المية لونها يجنن حلوة قوي. هحط لكم كل الصور. وزي ما انتوا كده يعني بوريكوا الصور. المية تجنن. برضو عايزة اقول لكم ان هناك فيها كده زي بريدج او كوبري خشب هتطلع عليه. وفي هناك كافيهات برضو حلوة. في كافيه هناك ممكن تقعد عليه، وفي جواه حمام بيبقى نضيف نسبيا، يعني انضف بكتير من الحمام العام، لان في الغابة دي فيها حمام واحد عام. الحمام ده قذر جدا، مش نضيف خالص، ومفيش مية ومفيش صابون، وتقريبا القعدة بلدي، والابواب ما بتقفلش. الدنيا صعبة بكل المقاييس، مش نضيف خالص. فانصحك لو هتدخل حمام ادخل حمام الكافيه، اقعد في الكافيه اشتري اي حاجة، وحاول ان انت تدخل حمام جوه الكافيه، بلاش الحمام العام لان تجربة سيئة بكل المقاييس. وهتدخل في برضو كوبري خشبي، اطلع عليه خد صور عليه حلوة قوي. وكمان في يعني نهاية الكوبري ده غابة برضو، ما تحاولش تغوط قوي، بس خد لك كام صورة. طبعا اجواء حلوة جدا، يعني الغابات اللي احنا بنشوفها في التلفزيون وفي الافلام بجد حاجة تحفة قوي. دي كده اول مكان. بعد كده في مكان تاني اسمه تارا بريدج، مدينة تارا. دي مكان تارا بريدج ده عبارة عن كوبري شكله حلو قوي. تحتك هتلاقي جبال وسهول، يعني اكني طرق صغيرة بين الجبال، وفيها مية وفيها بحيرات. المنظر هناك حلو قوي لما انت تاخد صور على تارا بريدج. وفي كمان هناك مطعم بتاكل فيه اكلات حلوة قوي. وبيبقى جنبك الزيب لاين. الزيب لاين ده عبارة عن حبل، بتقعد انت بتمسك في الحبل ده عن طريق حاجة مقعد بيقعدوك عليه، وبتقدر ان هما بيرموك وبيحدفوك، فالحبل ده يوصلك للنهاية التانية، يعني من طرف لطرف زي ما انتوا كده هوريكوا في الصور دلوقتي. طبعا تجربة ممتازة ومخيفة وحلوة وكل حاجة جامدة جدا. الزيب لاين ده لازم تجربوه. يعني هبسطها لكم حاجه زي التلفريك، بس التلفريك بتبقى انت في غرفه زجاجيه، ولكن الزيب لاين بتبقى انت من غير ازاز خالص، انت منك للهواء، بتروح من طرف لطرف. بيبقى تحتك الجبال، تحتك البحيرات، انت على مرتفع عالي جدا. وبترجع تاخدك العربية ترجعك نفس المكان اللي انت نزلت منه. بتعدي على تارا بريدج، فده حلو قوي. هتلاقي طبعا العربيات دي نص نقل، انت بتركب فيها، كل اللي بيخرج من الزيب لاين بيركب فيها عشان يرجعوكم مكانكم. فبتركبوا، هي عربية نص نقل صفرة شكلها حلو قوي، وكمان بيسوقها بنات او ولاد. الدنيا عندهم لطيفة قوي. تذكرة الزيب لاين ب20 يورو. وساعات هما كمان بيصوروك وانت نازل بالزيب لاين، فحق الصور دي بتبقى 10 يورو. دي اختياري، عايز تدفع الصور اوكي، مش عايز تدفع، هي التذكرة ب20 يورو. وهما طبعا بيبعتولك الصور دي على الايميل خلال اليوم، يعني خلال كام ساعة يقولك هنبعتلك الصور على الايميل، وفعلا بيبعتوها على الايميل. فلازم تكتب الايميل بتاعك لو انت عايز الصور. وتمن الصور 10 يورو. طبعا عايزة اقول لكم
ان الزيب لاين وتارا بريدج من الحاجات اللي عجبتني جدا، ومن الحاجات من الاماكن اللي انا فعلا حبيت اني اروحها. تجربة فريدة وحلوة قوي، وبتخليك فريش، وبتديك طاقة ايجابية رهيبة. طبعا في برضو من الاماكن اللي ممكن تروحها في مونتينيجرو، مدينة اسمها مدينة كوتور. مدينة كوتور دي فيها حاجة اسمها بوكا باي. بوكا باي ده مكان كده زي خليج، حاجة كده فيها بحر او مية. طبعا هتلاقوا فيها مينا. مينا ده فيها المينا دي فيها برضو يخوتة كتير قوي، فهتتصور طول ما انت ماشي، هتتصور اكنك في الجونة واكتر واحسن بكتير. وهتلاقوا فيها كمان ده طبعا لحد ما تدخل البوابة بتاعة المدينة القديمة اللي هي قطور دي. هتلاقي فيها كنائس قديمة، هتتصور فيها، هتلاقي فيها تماثيل، هتلاقي فيها كافيهات، هتلاقي فيها كمان عبارة عن عبارة عن كافيهات، وزي ما انا قلتلكوا كده حاجات قديمة وكنايس بتدخل تتفرج عليها، وبيوت قديمة. طبعا دي ليها اصول تاريخية عندهم. وهتلاقوا برضو زي ما انا قلتلكوا هتلاقوا يعني اول ما تطلع من الباب بتاع المدينة الكبيرة دي، على فكرة الحمامات هناك بفلوس في مدينة كوتور دي، تقريبا ب1 يورو تقريبا او يورو ونص، فاعملوا حسابكم. وهتلاقوا كمان اليخوتة دي تحفة. وهناك بتقدروا تاخدوا مركب في بوكا باي، وبيلف بيكو، بتبقى جولة حلوة قوي. من الحاجات اللي ممكن تعملوها برضو في مونتينيجرو ان انتوا تعملوا تجربة الرافتنج، اللي هي عبارة بتركبوا عن حاجة زي يعني مركب مطاطي، يعني مركب كده زي رامز بالظبط. عارفين برنامج رامز الاخير اللي هو بيبقى في قلب كده شلالات، رامز في الشلال، هو ده الرافتنج. بتدخل تركب حاجة زي مركب، وبيلبسوك لبس عشان الصدمات، لان انت بتنزل في مية عبارة عن شلال بين جبال، فممكن تقعد تتخبط يمين وشمال، فبالتالي بيلبسوك خوذة ولبس عشان ما تتأذاش. برضو دي كانت ب70 يورو، دي رحلة اختيارية. انا ما جربتهاش، بس الناس اتبسطت فيها جدا وورونا الصور والفيديوهات. كمان ممكن تروح في بودفا، ممكن تركب اي مواصلة عامة. طبعا الاتوبيسات ما بتشاور لهاش بتقف، لازم تروح موقف الاتوبيس، وموقف الاتوبيس ده غالبا بيبقى قريب جدا، المحطات قريبة من بعض، فانت بتقف في موقف الاتوبيس، والباص بيقف لك من غير ما تشاور له. بتدخل تدفع التيكت بتاعك، التيكت تقريبا حوالي 2.5 يورو، التيكت ب2.5 يورو. دي المواصلات العامة. وبتقوله بتقوله مثلا انا عايزة انزل في مكان كذا، بينزلك عند اقرب محطة. فانا انصحكم لو انتوا في بودفا ان انتوا تروحوا سان ستيفانو. في هناك مكان اسمه سان ستيفانو، هتلاقوا مليان اوتيلات، ومنهم اوتيل اسمه سان ستيفانو وكذا اوتيل تاني. هتنزلوا كده في سلالم، هتلاقوا سلالم جبل كبير قوي، عشان تنزل الجبل ده هم عاملين لك سلالم. فانت هتلاقي بيوت وفنادق دي كلها على جبل، لان زي ما انا قلت لكم ان مونتينيجرو كلها مبنية على جبل. هتنزل سلالم، ده طبعا محتاج فتنس، يعني مينفعش ناس كبيرة في السن تروح المكان ده، بس ده انا بقول للشباب. فهتنزلوا بالسلالم دي، هتلاقي نفسكم ان انتوا نزلتوا على بحر، يعني على شارع، بعد كده تنزلوا سلالم تانية، هتعدوا الشارع وتنزلوا سلالم تانية، هتلاقوا بعد نهاية السلالم مثلا يجي 3 4 سلالم. بعد ما توصلوا للمرحلة الأخيرة من السلالم، هتلاقوه ان انتوا وصلتوا على البحر. منظر حلو قوي. هتلاقوا برضو شواطئ خاصة اللي هي تبع الفنادق، وشواطئ عامة، شواطئ عامة كبيرة قوي قوي قوي، اكتر من بودفا بكتير.
شواطئ فعلا فيها يعني مساحات شاسعة على اليمين وعلى الشمال، بتحط فوطك وتنزل البحر. طبعا جنبك الجبال شكلها تجنن، وجنبك كمان غابات شكلها تحفة، وكهوف، حاجة بصراحة خيالية. وممكن تنزل البحر في اي شط من الشواطئ دي، غير ان انت هتقعد تتمشى في الغابات عندهم. صور تحفة ومناظر بجد تجنن، حاجة كده يعني فعلا ترد الروح. هتاخد صور بالهبل، بجد بجد حاجة تحفة جدا جدا جدا. ما كنتش متخيلة ان المكان كده، لان اول ما نزلت قلت قالولي هو ده سان ستيفانو، بصيت لقيت فندق وسلالم نازلة، قلت يعني ايه ده، يعني هي دي المكان، استهترت بيها. بس لما نزلت السلالم لقيتني دخلت على شارع، عديت الشارع لقيت سلالم تانية نازلة لتحت، نزلت السلالم لقيتني على بحر يجنن وشواطئ تجنن. وبعد كده بتمشي في الشواطئ دي هتلاقي ممرات عاملة زي الغابات وجبال، ادخل فيها وامشي واطلع فيها، مناظر ساحرة. جنبك البحر على الشمال، وعلى اليمين جبال وغابات تجنن. امشي وتفسح فيها، حلوة قوي. الدنيا هناك امان، ومناظر حلوة بجد وراحة الاعصاب. طبعا عايزه اقول لكم ان مونتينيجرو من الدول النظيفه قوي، لان عدد سكانها زي ما قلت لكم 600 الف. الشوارع نظيفه، الدنيا نظيفه، الاولويه عندهم للي ماشي على رجله. يعني لو انت طبعا المفروض ان انت بتعدي مع الاشاره، وفي اماكن عبور مشاة هتلاقوها متعلمه في الارض كده بالابيض، اكنها خطوط بيضة، دي عبور مشاة. طبعا لما الاشاره عندك تقلب مشاة بتقدر تعدي. طب انت لو حبيت تعدي من غير ما تحترم اشارة، العربية هتقفلك، لان هناك عندهم الاولوية للي ماشي على رجله. فالعربيات جدا بتحترم الناس اللي ماشية على رجليها. فلو انت معدي وحتى لو الاشارة مفتوحة، عادي جدا العربية هتقفلك عشان انت تعدي. انا في الاول استغربت، لقيت لا، ان ده الطبيعي عندهم، ان هما الاولوية عندهم للعربيات، سوري، للناس اللي بتمشي على رجليها. عايزه اقول لكم في كافيهات كتير جدا وعندهم بنزينه. انا شفت بنزينه اسمها حيفا، او هم نزلونا فيها استراحه. الحمد لله انا ما شربتش فيها اي حاجه، ما كنتش واخده بالي يعني. فسالت المرشد بتاعي هي حيفا دي تبع دوله ايه، قال لي تبع دولة كذا. اكيد طبعا انتوا عارفين. فالحمد لله انا اصلا ولا شربت حاجة ولا عملت اي حاجة. بس لازم تبقوا مركزين انتوا نازلين في اني بنزينة، عشان في استثمارات هناك كتيرة. فركزوا يعني بليز، لان في ناس شربت وعملت وهم اصلا مش مدركين هم قاعدين في ايه. دي وجهة نظري وده رأيي يعني، وكل واحد ممكن يبقى عنده وجهة نظر تانية، كل واحد حر. زي ما قلتلكوا ان مدينة كوتور دي مدينة قديمة، وفيها كنايس وفيها بيوت قديمة ليها يعني تاريخ عندهم وحاجات تاريخية. وقدامها زي ما قلتلكوا في برضو مينا كده، وفي يعني في بواخر وفي يخوتة. انت ممكن بدل ما تروح مدينة كوتور بأتوبيس، ممكن تروح مكان او اسمه تيفات. من تيفات ده تاخد مركب يلف بيك ساعتين ونص، وفي نسكافيه، وبيبقى فيه تويلت، وبيقعد يلف فيك في المية في مكان اسمه بوكا باي، وينزلك عند مدينة كوتور. فانت تاخد من تيفات مركب بيلف بيك ساعتين ونص، وبيوديك مدينة كوتور. بدل ما تروح كوتور بالأتوبيس، فانت ممكن تروح كوتور عن طريق بوكا باي، اللي انت بتاخده من حتة اسمها تيفات. ده طبعا هيبقى احسن وفسحة ليك اكتر. برضو في مكان مدينة اسمها سيتي ناجي. سيتي ناجي دي مدينة قديمة، كانت العاصمة الملكية القديمة لمونتينيجرو. هتلاقوا فيها أديرة، مش كنايس بقى، كنايس وأديرة اللي هم بيعيشوا فيها الرهبان. وهتلاقوا فيها جناين بمساحات واسعة جدا جدا. وهتلاقوا فيها ماكينة بتاعة نسكافيه وقهوة، اللي أنا حاطالكوا الصور فيها، اللي انتوا بتضغطوا عليها وبيتحطوا اليورو مثلا ينزل لكم نسكافيه او قهوة او الحاجات دي. وفي برضو ماكينة زيها بتاعة حاجات ساقعة.
ان اشهر الاكلات عندهم حاجه اسمها جلاش، زي كباب الحله عندنا كده، يعني مش زي الجلاش عندنا في مصر، لا، هي عباره عن كباب حله اللي هي قطعه لحمه في صوص، ده بيسموه جلاش، وبتبقى تقريبا حوالي 8 يورو. وفي عندهم كمان حاجه اسمها مشهوره برضو، اسمها لامب، اللي هي لحم الغنم، ده عندهم مشهور جدا من الاطباق الرئيسيه. بس عايزه اقول لكم عشان ما تصدموش ان في اي دوله اوروبيه، سواء في البانيا او في مونتينيجرو، ان هو بيديلك الوجبة من غير اي حاجة، بمعنى ان هو بيحط لك يعني الزيادة اللي بيبقى في الوجبة عيش. يعني انت لو طالب لام اللي هي لحم الغنم، اللي هو اللحم الضاني يعني، بيحط لك لحمة عبارة عن لحمة مسلوقة بس كده، وجنبها عيش، يعني ولا بيحط لك رز ولا بيحط لك خضار سوتيه ولا اي حاجة. لو انت عايز اي حاجة من الحاجات دي بتطلب، ودي او سلطة، ده بيبقى بفلوس تانية. عشان ما تصدمش، هو بيحط لك الحاجة لوحدها من غير اي اضافات، فلو عايز تطلب اي حاجات جانبية بتدفع فلوسها. انا بقول لكم كده عشان انا اتصدمت، وطلع لا، ان اي حاجة لازم تدفع لها فلوس ما عدا العيش، هو بيحط لك عيش بيبقى فور فري. عايزة برضو اقول لكم حاجة تاخدوا بالكم منها، ان المحلات هناك بيقفلوا تقريبا حوالي الساعة 10 او 11 بالكتير، المحلات اللي في قلب بودفا ذات نفسها. اما هتلاقوا الناس اللي بتسهر شوية هي المحلات اللي هي على البحر مباشرة، اللي هي على الممشى السياحي، هتلاقوا في كافيهات بتسهر شوية، وهتلاقوا في ديسكوهات بتدفع. في الديسكو ده بيبقى كافيه الصبح وبيقلب ديسكو بالليل. تقريبا يعني بتدفع التذكرة بتاعته، هي المشروب اللي انت هتشربه. الناس اللي بتشرب خمرة، الناس اللي بتشرب بيرة، الناس اللي مبتشربش بيرة ولا خمرة عادي ممكن تقعد وتشرب او تطلب عصير او كوكاكولا. تقريبا المشروب بحوالي 5 يورو 7 يورو على حسب الحاجة اللي انت هتشربها. وعايزة اقول لكم برضو ان هناك في اسكادارا ليك دي جزء منها في ألبانيا وجزء منها في مونتينيجرو، بس الجزء الأكبر منها في مونتينيجرو. ده تقريبا اللي بيعملوا فيه الرافتنج، اللي انا قلت لكم زي رامس في الشلال كده، اعتقد هو ده المكان اللي بيعملوا فيه الرافتنج. قلت لكم الرافتنج بالتيكت للفرد ب70 يورو، بالمواصلات بكل حاجة، ودي الناس كانت بطلعاها تبع برنامج الرحلة. اسكندرة ليك دي بيقولوا عليها حلوة قوي، انا ما روحتهاش بصراحة، بس الناس بيقولوا عليها ان هي جميلة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم برضو ان زي ما قلت لكم ان الباص ما بيوقفلكش فتشاور له يقف، لا، انت لازم تروح لمحطة الباص، وهناك بتدفع التيكت اللي هو 2.5 يورو لما اول ما تدخل الباص، وبتقول للسواق انت عايز تنزل فين المكان، وهو بينزلك لأقرب محطة ليه، لان هناك عندهم محطات ما بينفعش يقف في وسط الشارع وينزلك، لا، بينزلك اقرب محطة. وما تقلقوش، المحطات قريبة قوي من بعض، يعني ممكن يبقى بينك وبين المكان اللي انت نازله كام متر، الدنيا بسيطة قوي. اشرب عادي مية من الحنفية، المية بتاعتهم حلوة جدا ونقية وجميلة، هي طبعا عبارة عن مية امطار وبحيرات، فالدنيا عندهم حلوة ولذيذة، والدنيا كمان نظيفة جدا. لو عندكم اي اسئله ياريت تسيبوها لي في التعليقات تحت، وياريت تعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو، وتعملوا لي اشتراك في القناه. باي باي.